واهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في اسئله السرعه مع الزاخلي الدكتور ادم والاخ الن. اسئله 5 في 20 ثانيه نسالها الالن، نفسها نسالها الادم، نسالها لك ايضا في 25 ثانيه. اذا ندعوك الى المغادره، بعدها ندعوك الى الحضور. تفضل دكتور ادم، تفضل يمي. وجهك امام الكاميرا، بس تعال شوي تقدم، بعد شوي تقدم للامام. اي بالضبط. اوكي ان شاء الله. 5 اسئله في 20 ثانيه. اذا اكو سؤال ما عرفت تقول لي باس حتى ارجع اليك اياه في الوقت المتبقي. السؤال الاول: شخص يعيش معك لا تحمله عاده مسؤوليه الاخطاء. ابني. نادي في الدوري يبدا اسمه بحرف الكاف. كرخ. منظمه تابعه للامم المتحده. يونيسيف. ممثل يلبس نظارات. سمير غانم. باللهجة بمعنى زقاق. باللهجة العراقية؟ نعم. شارع. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، تفضل. إذا 5 أسئلة دكتور آدم سألناك إياها، خلينا نشوف النقاط اللي جبتها ايش قد. السؤال الأول كان: شخص يعيش معك لا تحمله عادة مسؤولية الأخطاء. قلت ولدي. ابني. ابني. خلينا نشوف ابني. ما حددت، لو قايل طفلي، ابني لربما كبير لا تحمله، مو صحيح؟ لان اذا عمره 30 سنه او 40 سنه لا، لكن طفلي صحيح او طفلتي. 2 نادي في الدوري يبدا اسمه بحرف الكاف. كرخ. قلت الكرخ، نادي الكرخ. نادي الكرخ جاب لك 29 نقطه صح. السؤال الثالث: منظمه تابعه للامم المتحده. قلت يونيسيف. اليونيسيف. اليونيسيف وهي صح. 30 نقطة، برافو عليك دكتور آدم. السؤال الرابع: ممثل يلبس نظارات. سمير غانم. قلت سمير غانم، الله الله يرحمه. يرحمه. نعم الله يرحمه سمير غانم، وكان يرتدي، ولكن هناك أكثر من الممثلين معروفين بالنظارات. 91 نقطة. السؤال الخامس: باللهجة بمعنى زقاق. قلت شارع. شارع 0، لأنه نقول باللهجة بمعنى، وحتى ساعدني باللهجة العامية. نعم باللهجة العراقية نقول دربونة ونقول بعد عوجاي. اي مو صحيح، بالموصل يقولون عوجاي. إذا خلينا نشوف الأخ ألن، تفضل. والآن ندعو الأخ ألن، خلينا نشوف إجاباته تجيب، راح تجيب نقاط. 91 نقطة جاب الأخ الدكتور آدم. ألن مطلوب من عندك 109. تفضلي قدام شوية. أخ ألن. نعم. 5 أسئلة ان شاء الله. بسيطات ان شاء الله. بس ركز علي. إذا أكو سؤال ما عرفته قل لي باس حتى أقدر أعيد إياه في الوقت المتبقي اللي هو 25 ثانية. تمام. أما إذا طلع هذا الصوت أو أنا قلت لك غير الجواب، فغير إنه سبق وأن قال الدكتور آدم. تمام. ماشي؟ نعم. إذا السؤال الأول: شخص يعيش معك لا تحمله عادة مسؤولية الأخطاء. والدي او والدتي. نادي في الدوري يبدأ اسمه بحرف الكاف. الكرخ. غيره. كركوك. منظمة تابعة للأمم المتحدة. اليونيسيف. غيره. يونسكو. ممثل يلبس نظارات. توم كروز. باللهجة بمعنى زقاق، باللهجة العراقية. محلة. محلة. محلة منطقة. ممكن تجي مرات منطقة صغيرة. الزقاق. يعني شو نقول؟ ما نقول شارع. دربونة. اي خلينا نشوف الإجابات مالتها. خلينا نشوف الدرجات اللي جبتها أخ ألن. 91 نقطة جاب الدكتور آدم. أنت سألناك ال5 أسئلة وجاوبتنا عليها. السؤال الأول كان: شخص يعيش معك لا تحمله عادة مسؤولية الأخطاء. قال ابني دكتور آدم، 12 نقطة أخذ. لو قال طفلي، أنت قلت والدي أو والدتي. والدي ووالدي 15 نقطة. يعني لو قايل غير تسميات. السؤال الثاني:
نادي في الدوري يبدأ اسمه بحرف الكاف. كرخ. 29 نقطة أخذ دكتور آدم. أنت قلت كركوك بعد ما قلت كرخ، قلت غير، قلت كركوك ونادي كركوك 0. ليش؟ لأن ما يلعب بالدوري. ماشي؟ نعم لو قايل كهرباء مثلا. صح. إذا السؤال الثالث كان منظمة تابعة للأمم المتحدة. قال اليونيسيف دكتور آدم 30 نقطة. أنت قلت اليونيسيف، قلت لك غير، قلت اليونسكو. واليونسكو 32 نقطة. السؤال الرابع ممثل يلبس نظارات. سمير غانم قال 20 نقطة. أنت قلت منو؟ توم كروز. توم كروز. توم كروز وين يلبس نظارات؟ يلبس نظارات شمسية ولا؟ لا 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 لا، هي مو يلبس نظارات يعني. صح. يعني هاي كنا نلبس نظارات شمسيه. أكيد. بس توم كروز يعني شاب وماكو يعني. ربما الحالات احنا نتحدث عن سمير غانم، لربما عن فؤاد المهندس، سليم البصري. نعم. صح؟ صح. حتى كان خليل الرفاعي الله يرحمه مثلا. نعم. ممثلين اكو هوايه يعني حي الله لربما جايب اسماء. اذا السؤال الخامس باللهجه معنى زقاق. قال شارع. شارع لغه عربيه 0. نريد باللهجه الشعبيه محله، والمحله ايضا ضعيفه لانه المحله يعني المنطقه. احنا نريد الدربونه او عوجايه او عوجايه مو صحيح؟ ممكن. اذا 143 نقطه. مع الاسف ما وصلتوا ل 200. فضلوا اذا دكتور ادم. تفضل. 2 منا و2 منا. اعزائي المشاهدين، كل مره نقول مع العائله التي ما تفوز ب 200 نقطه نقول نتمنى ان تكون قد فازت، ولكن مع هذا نقول مبارك لكم تاهلكم الى يوم غد مع عائله عراقيه اخرى. اما انتم اعزائي المشاهدين كونوا معنا مثل ما سنكون معكم دائما وابدا ان شاء الله. انا جواد الشكرجي ابعث لكم تحياتي وامنياتي الجميله ومع كادر العمل كله. شكرا جزيلا وتصبحون على خير ومع السلامه. في امان الله. في امان الله. كرم يفاجئ سارة.